الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على نبيه المصطفى. سيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، سيدات والسادة النائبات والنواب الأفاضل، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية لمناقشة هذا الموضوع الحيوي اللي هو الحماية الاجتماعية مع السيد رئيس الحكومة. وبمناسبة السيد رئيس الحكومة هو ورش ملكي وكلنا معنيون بإنجاحه، ونحن في مجموعة العدالة والتنمية ما فتئنا ننبه الحكومة لمجموعة من الاختلالات في التنزيل. الخطاب العدمي للسيد رئيس الحكومة هو يا إما غادي نقولوا دي كل شيء مزيان فهو خطاب عدمي، يا إما نقولوا كل شيء ما مزيانش فهو خطاب عدمي. ولكن حنا غير بغينا نقراو لكم هذاك النصف أو الثلث العامر وانتم باش تشوفوا هاد الاختلالات. اولا السيد رئيس الحكومه، انتم قلتوا في مجلس المستشارين انكم احترمتم الاجنده الملكيه، ونحن نقول لكم لا، بدليل ان التغطيه الصحيه الشامله اللي كان خصها تكمل في 2022 لحد الان 75%، ولقيتوها 75%. السيد وزير الصحه اللي جالس حداك السيد رئيس الحكومه صدر الحساب الوطني في 2024 وكاتبين باللي 85% اللي عندهم التغطيه الصحيه و10% عندهم الحقوق مغلوقه، راه مكتوبه في التقرير تاع الحساب الوطني. المساله الثانيه وهي التعويضات عن فقدان الشغل، التعويضات عن العائليه بالنسبه للاطفال. 1.5 مليون من الاطفال مقصي، لان قلتوا في المجلس المستشاري 5.5 ناهيك عن الارامل. المساله الثالثه والخطيره السيد رئيس الحكومه، تقاعد ديال 5 المليون كان خاصو يكون في 2025، ما كاينش السيد رئيس الحكومه. كيفاش كتقولوا انتم احترمتوا الاجنده وهي كاينه في قانون الاطار وكاينه في الخطب الملكيه 2025 خصها تكون، لا هي ولا التعويض عن فقدان الشغل، التقاعد 5 المليون. ولهذا السيد رئيس الحكومه، في العالم ما يمكنش نتكلموا على الحمايه الاجتماعيه الا بالقطاع العمومي اللي هو الضامن الاساس لكرامه المواطن. لذا السيد رئيس الحكومة نوجه لحكومتكم 4 ديال التهم. التهمة الأولى السيد رئيس الحكومة أنكم تبددون المالية العمومية، 17 مليار اللي هضرت عليها في مجلس المستشارين، وكذلك الموارد الأخرى ديال التغطية الصحية 70 حتى ل 80% كتمشي للقطاع الخاص. هذا مال عمومي خاصو صحيح. شوف سيد رئيس الحكومة، حنا كنقولوا لك اللي كاين وانت من بعد جاوب كما بغيتي. ما كتمشيش للمستشفى العمومي، كتمشي خاص كاين لو ميكانيزم. وقلناها لكم علاش كنقول لكم تهم؟ لان هناك سبق الاصرار، لان هناك الترصد بالصفقات السيد رئيس الحكومه. التهمه الثانيه السيد رئيس الحكومه، على يدكم غادي يكون الافلاس ديال المستشفى العمومي لانكم كتحرموه من الموارد. كيفاش بغيتوه يتحرك؟ كيفاش بغيتوا هاد جي اس تي اللي كتهضروا عليها اللي ما كديرش مداخيل، واللي هذا الحساب اللي قلت لكم عليه اللي داروا السيد وزير الصحه تاع 2024 كاتب فقط 7.3% من الموارد ديال التغطيه الصحيه هما اللي استفدوا منهم المستشفيات. باش بغيتوهم السيد الوزير يبقى السيد رئيس الحكومه غادي يتحركوا. ولهذا السيد رئيس الحكومه هناك هجره وتهجير للمرضى للقطاع الخاص، وهناك نسبة ديال الملء اللي غادية من 50% ل 40%، وهناك أيضا الاستثمارات في القطاع الخاص. التهمة الثالثة السيد رئيس الحكومة، أنتم تسعون وكنقول لكم بالإصرار لتدمير الصناعة الدوائية الوطنية. كديروا حاجه، انا نقول لك السيد رئيس الحكومه، كديروا عطيتوا باش غادي ديروا الاستثمار وجيتوا في قانون الماليه 2025 وحيدتوا الجمارك على الدواء. معقول السيد رئيس الحكومه؟ هذه هي تشجيع الصناعه الوطنيه باش يولي الاستيراد اكثر من الصناعه الوطنيه. ما كاينش 70% ديال تغطيه الحاجيات الوطنيه، وصلنا ل 53 وراه حنا غاديين وكنهبطوا. السيد رئيس الحكومه فينا هو السياده الوطنيه الدوائيه اللي قالها لنا جلاله الملك؟ ما يمكنش نديروا السياده بالاستيراد، لان السيد رئيس الحكومه كاين تضارب المصالح داخل اعضاء الحكومه والاقارب ديالهم والاصهار ديالهم يستثمروا في الشركات ديال الادويه.
ناهيك السيد رئيس الحكومه على التهمه الرابعه وهي التراجع عن مدخول الكرامه اللي قلتوا نتاع 65 سنه ل 1000. راه هذوك المسنين اللي داخلين في الاسر الذين يعول، ماشي هذا الشيء اللي قلتيه السيد رئيس الحكومه، قلتي 1000 درهم لكل مسن عنده اكثر من 65 سنه. ما وفيتوش السيد رئيس الحكومه. وامور اخرى فيما يتعلق بالتمويل ديال هذا المشروع، السيد رئيس الحكومه يعتمد على الديون وعدم الاستدامه، ولهذا تعطى لكم غير بالمناسبه هذاك الميزانيه ديال وزاره الصحه غادي نتجاوزها، ولكن خديتوا اربعه ديال الديون من البنك الدولي وكذلك من البنك الافريقي ومن الجابون، ثم هناك ضعف ديال الاشتراكات ولهذا السيد رئيس الحكومه المجلس الاعلى للحسابات دار لكم مجموعه من التوصيات. شكرا سيدنا المحترم.